السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا النهارده يا جماعة عن ماتش الأهلي وبيراميدز. النهارده يا جماعة الأهلي مفيش دفاع مفيش هجوم، مفيش دفاع مفيش هجوم. خط الوسط يعني ما بيدافعش، مفيش حد بيعمل المهام المطلوبة منه في الملعب. المهاجم ما بيشوطش كرة على المرمى، صناع اللعب ما بيوصلوش حاجة للمهاجم عشان يسجل. زيزو تقريبا ما عملش ولا عرضية النهارده. ريبيرو يا جماعه لازم يمشي، ريبيرو لازم يمشي. الجمهور قالت كده وانا واحد منهم. ريبيرو لازم يمشي. واحد في الاهلي يبقى كسبان ماتش واحد بس لحد دلوقتي في 8 ماتشات، 8 ماتشات لعبهم كسبان ماتش واحد بس. عفوا 7 ماتشات، 7 ماتشات، 3 في كاس العالم للانديه و4 في الدوري، كسبان واحد بس منهم. وفاركو متعادل 4 وخسران 2. ازاي دي احصائيات مدرب اهلي؟ دي احصائيات النادي الاهلي؟ يعني حتى لو المدرب مفيش، عماد النحاس قام يفوق اللعيبه، مفيش حد فايق خالص، مفيش حد فايق، مفيش حد فايق في الملعب. الاهلي في ال7 ماتشات مع ريبيرو جاي عليه 11 هدف، 11 هدف ومسجل 10 بس. الصفقات الهجوميه بين رمضان، تريزيجيه، زيزو، شريف وجراديشار، بن شرقي، 10 اهداف بس في 7 ماتشات وداخل فيه 11 هدف. تبديلة شريف واحمد رضا دي، ريبيرو منزل واحد في نص الملعب ومطلع مهاجم وهو خسران 2-0. طب ازاي يعني حد يقول لي ازاي يعني يا جماعه؟ المدرب لازم يمشي، لازم الخطيب يشوف الموضوع ده بسرعه. هنشوف الايام اللي جايه ايه اللي هيحصل.